ما حكم الزوجة مع زوجها الذي يسب الله ويكذب بالإسراء والمعراج ويكذب وجود الدجال؟ إذا كان يسب الله فهو كافر لا يجوز البقاء معه وينفسخ العقد في الحال. إذا تاب تاب الله عليه بلا شك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. وفيك الله يحفظك. سؤال يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، دلوقتي المسيحيين يتداولون أن في تناقض في القرآن، بمعنى أنهم يقولوا يستدلون بآية لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، ويستدلون أيضا بآية إيه المشكلة في كده؟ ما جاحظ في الكلام، ويستدلون أيضا بآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآية. طب إيه المشكلة؟ أريد تفسيرا لأن هذه المسألة تعبتني ولم أجد لها تفسيرا خالص، لا في الكتب ولا في الإنترنت. أنا مش فاهم كلامك والله، ما أنا فاهم سؤالك. يعني إيه المشكلة أن الله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ ما التعارض بينها وبين قوله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. لا أنا قصدي في الآية الأخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا طيب أنا لا في المجادلة سأجادلهم بالحسنى. إلى آخر الآية الله سبحانه وتعالى ذكر وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، فكيف يكون بس صبرا يا أخي إلى هنا. من أجبتك على اليوتيوب الآن، إذا كنت تتابع أنت كتبت السؤال على اليوتيوب وأنا أجبتك عليه بقولي يفترض أن إلهنا وإلهكم واحد. هذا الحاصل والحقيقي، مش يفترض الذي ينبغي أن يعبد. لكن أنتم ما عبدتم الإله وعبدتم غيره، فرجع لتفسير معنى الإله وتفسير معنى الله. الآن لا يؤمنوا بإلهنا، صح؟ نعم، هو إله واحد يا أخي، الرب واحد والإله واحد وملك الناس واحد. نحن أقررنا بهذا وغيرنا ما أقر بهذا، فكفروا لما رفضوا هذا. الشيخ ما قولك في أن هذه الآية منسوخة؟ لا، ما في نسخ أبدا أبدا. هنا إلهنا وإلهكم واحد ليست بمنسوخة يا أخي. إله العالمين كلهم هو الله، الذي يجب أن يتجه إليه بالعبادة هو الله، الذي يجب أن نسبح على اسمه هو الله، الذي نسأله أن يكشف عنا الضر هو الله سبحانه وتعالى. يفترض كده في العالم كلهم أن يتجهون بالعبادة لله إلههم، لكن قوم خالفوا وما اتجهوا بالعبادة لله. ولكن يا شيخ عندما نسألهم يقولون أنهم يعبدون الله الواحد. يا أخي الكريم، هل يقولون المسيح هو الله ولا لا؟ كنا نتمنى الخط لا يقطع، لكن إذا قالوا الأخ بيناقش في جزئيات ما هوش فاهمها ولا هم فاهمينها يضحكون عليه. شاهد، إذا كنتم معشر النصارى تقولون إن المسيح هو الله، طيب من الذي خلق مريم عليها السلام؟ هل المسيح هو الذي خلق مريم؟ إذا كنتم تقولون إن المسيح هو الله، من الذي خلق موسى؟ ومن الذي فلق البحر لموسى الذي جاء قبل المسيح بآلاف السنين؟ ومن الذي أنجى إبراهيم من النار؟ ومن الذي خلق آدم وحواء؟ هل الذي خلقهم هو المسيح عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنتم تقولون المسيح هو الله، فلماذا صلب الإله عندكم؟ لماذا صلب؟ هل الإله يصلبه أحد من البشر؟ هل هذا إله يستحق أن يعبد؟ هل بطن مريم عليه السلام تسعى لإله رب السماوات والأرض؟ من الذي كان يحكم السماوات والأرض يوم أن صلب الإله عندكم؟ من الذي كان يحكم السماوات والأرض؟ أفهمونا من الذي يحكم السماوات والأرض لما صلب المسيح؟ وإذا مات المسيح أو قتل المسيح، من الذي أحياه؟ هل أحيا نفسه أو ماذا حدث؟ وهل مريم هي أم الله؟ وهل يحيى زوجة خالة الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا. هل يحيى ابن خالة الله؟ هل زكريا زوج خالة الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أخي محمد ابن سمير أبو عبد الرحمن، وفقك الله لكل خير وسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.